اهلا بيكم، معاكم اسلام خالد، والكلام على ايه؟ وانا ايش ضمني انت كنت بتتكلمي مع نهى مش مع محسن؟ جملة ازاي لما تنادي عليه عشان جوزك يحبك وحياتك تبقى سعيدة؟ زي ما انتوا شفتوا في الفيديوهات اللي فاتت كده، المنافسه دلوقتي بقت كبيره جدا ما بين ياسمين عز ورضوى الشربيني. يا خبر ابيض! كلنا عارفين ان رضوى الشربيني بتطبل للستات وياسمين عز بتطبل للرجاله. انتوا عارفين ان في حاجة اسمها اتيكيت التعامل مع الزوج؟ والباب يفوت جنب فوق وحبه تحت. دخل مدياله ظهرك لفي مشكلتك بقى، يعني نحل مشكلتك ونحل مشكلتها وتولع مشكلتي اللي انا جاي لكم عشانها. رضوى الشربيني واقفه مع الست دايما، ودايما بتديها طاقه ايجابيه وبتقول لها انت كويسه وانت جامده وانت جدعه وانت ونفس الكلام مع ياسمين عز، بتقول للراجل حاجات يعني اوفر شويه، بس يعني بتزودها قوي. استاذ للتفخيم محمد للتنعيم الشتوي مع الغوايش والخشخشة، وانتي بتكلمي جوزك لازم تشمري كمك حتة كده. كيف عرفت انه رونالدو عم بيتابع برنامجي؟ انا عارفة يا جدعان، عيب يا جدعان. عكس رضوى الشربيني طالعه بتقول ان الست جدعه وقويه، وان هي بتشقى وتتعب وبتربي وبتعمل، وان هي ما تستحقش ان هي تعيط عشان حد رخيص، والكلام الحلو اللي احنا عارفينه. اختل هو اللي بيدافع عن اي جنس اخر، لكن انا بدافع عنها بني جنسي انا. وياسمين عز نفس الكلام بس للراجل. فدلوقتي بقى في منافسه جامده جدا ما بين الراجل والست، عند ياسمين عز وعند رضوى الشربيني، مع ان انا شايف ان في الحياه الطبيعيه، شايف ان الحياه مش مستاهله ان يبقى في منافسه ولا كده. الراجل عنده قدرات والست عندها قدرات، وكل واحد يحترم قدرات التاني. يعني زي ما احنا عارفين ان الراجل بيشتغل وبيشقى وبيتعب عشان خاطر يصرف عليها وعلى عياله وعلى اهله، نفس الكلام للست، بس هي ما عندهاش نفس القدره اللي عند الراجل. يعني ما عندهاش مثلا انها تطبق شيفتين ورا بعض. بس يا بابا، ان هو مثلا ممكن يطبق شيفتين 3 4 وزي ما تتخيل. بس انا هنا مش بفرق ما بين الراجل والست. الفكره هنا ان انا عايز اوصل معلومه ان الراجل بيكمل الست والست بتكمل الراجل، جزئين ما ينفعش ان احنا نستغنى عنهم، لان زي ما الست بتسبورت للراجل، هو كمان الراجل لازم يسبورت للست. علي النعمه، انت بتتكلم صح طبعا. ما ينفعش يبقى في منافسه، ما ينفعش ان احنا نبقى عاملين زي اطفال بتوع 6 ابتدائي، ان احنا نقعد نتريق على البنات ومش عارف ايه، والكلام اللي كان بيحصل ايام ما احنا كنا في المدارس. لان الكلام ده خلاص احنا كبرنا عليه، عرفنا خلاص ان الست بالنسبه لنا عامله ازاي وان الست بالنسبه للراجل عامله ازاي. ففكنا بقى من موضوع بقى ايه ان في منافسه بقى، وان مش عارف ايه جيرل فيرسس بوي والحاجات بقى اللي احنا بنشوفها دي، ومحسسنا ان احنا في مورتال كومبات ما بين ضد سونيا وسكوربيو. خلاص الموضوع يا جماعه، الراجل والست يا دول يا جماعه مع بعض كده، مع بعض ايد واحده بالظبط، بيكملوا بعض. ما ينفعش الراجل يستغنى عن الست ولا الست تستغنى عن الراجل، لان ده سندها وده ظهرها في الحياه. فهو انت مثلا ايه قاعد بتتفرج على التلفزيون، مثلا سمعت جمله من رضوى الشربيني او سمعت جمله من ياسمين عز، طبعا هتاخدك الجلاله قوي لما تسمع ياسمين عز، وانت برضو كست برضو لما تسمعي رضوى الشربيني هتاخدك الجلاله. وعارف، انا عارف والله العظيم، هسمع صوتكم من على بعد، عليكم قايمين بتدبوا في خناقه بعض، بعد ما هو يتفرج على ياسمين عز وانت تتفرج على رضوى الشربيني. فبلاها بقى ايه خناقات وكده، ونتعامل بالعقل، ولا في منافسه ولا في اي حاجه، لان احنا مش في مصارعه حره، احنا بني ادمين كلنا ببعض كده، كل واحد عنده قدرات وكل واحد عنده اهتمامات. الراجل يحترم قدرات الست واهتماماتها، ونفس الكلام للست تحترم قدرات للراجل واهتماماته. الراجل مثلا بيحب الكوره، يا ست سيبيه يتفرج على الكوره. انت بقى لما تسيبيه يتفرج على الكوره كده، وانت كمان عارفه اللي هو ايه، تحاولي كده اللي هو تمشي دنيتك يعني وتتفرجي معاه، الدنيا هتمشي زي الفل وبيس. ساعتها بقى هو يسيبك بقى ايه تتفرجي بقى على المسلسلات اللي انت عايزاها وكده، وما بقاش في منافسه. ما تبقوش انتوا اللي ايه واقفين على بعض على الواحد. وفي نهايه فيديوهات النهارده ما تنسوش تقولوا رايكم في الكومنتات، ايه رايكم من الكلام اللي بيحصل ده، وما تنسوش اللايك والشير والكومنت، وتشترك في القناه لو انت مش مشترك، تنزل على كلمه سبسكرايب وتفعل زرار الجرس عشان يجيلك كل جديد. وما تنسوش برضه تقولوا رايكم في الستايل ده اكمل بيه ولا ايه، كلام على ايه.